ما الذي حدث فجأة لمدينة وهران الجزائرية؟ ولماذا قررت الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى اتخاذ قرار صادم في اللحظة الأخيرة؟ بطولتان قاريتان كان يفترض أن تحتضنهما الجزائر هذا الصيف، لكن في تطور غير متوقع تغيرت وجهة الحدث بالكامل، والوجهة الجديدة نيجيريا. فما الذي جرى خلف الكواليس؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التحول؟ ولماذا تم اختيار مدينة أبيوكوتا تحديدا؟ تابع معنا التفاصيل الكاملة وخلفيات القرار المثير للجدل وكواليس لا يعرفها الكثيرون. في خطوة مفاجئة أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى عن سحب تنظيم بطولتي إفريقيا لفئتي أقل من 18 و20 سنة من مدينة وهران الجزائرية، بعد أن كانت الجزائر تستعد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام خلال شهر يوليوز المقبل. القرار الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية جاء بحسب مصادر مطلعة بسبب عدم الجاهزية، وهي عبارة قد تبدو عادية في ظاهرها، لكن خلفها الكثير من التفاصيل المعقدة والمحرجة. وهران التي كانت تضع كامل ثقلها لإنجاح هذه الاستضافة وُجهت بتقارير تفيد بتأخر في التحضيرات، سواء من حيث البنية التحتية أو الجوانب التنظيمية واللوجستية. ورغم المحاولات الأخيرة لتدارك الوضع، فإن الوقت لم يكن كافيا. الكونفدرالية الإفريقية لم تنتظر طويلا، واتخذت قرارها بنقل البطولتين إلى نيجيريا، وتحديدا إلى مدينة أبيوكوتا في ولاية أوغون، وهي منطقة بدأت بالفعل في الاستعدادات لتنظيم الحدث من 16 إلى 20 يوليوز 2025، أي في قلب الصيف الإفريقي. لكن لماذا أبيوكوتا؟ ولماذا نيجيريا؟ ولماذا لم يتم منح الجزائر فرصة إضافية؟ مصادر قريبة من الملف تقول إن نيجيريا قدمت عرضا متكاملا خلال الأيام الماضية، تضمن ضمانات لوجستية، جاهزية الملاعب، وأيضا دعما حكوميا مباشرا لتأمين البطولة في الوقت المحدد. من جهة أخرى، يطرح الآن سؤال كبير: هل هذا القرار قد يؤثر على صورة الجزائر كوجهة رياضية إفريقية؟ وهل يمكن أن تكون له تداعيات مستقبلية على فرص الاستضافة لأحداث مماثلة؟ ولعل الأكثر إثارة هو أن هذه البطولات ليست فقط مجرد مناسبات رياضية، بل تعد محطة حاسمة لاكتشاف مواهب المستقبل في ألعاب القوى، وتراقبها أعين كشافي الأندية والاتحادات العالمية. في الختام، يمكن القول إن ما حصل للوهران يفتح نقاشا واسعا حول معايير تنظيم البطولات في القارة وأهمية الجاهزية قبل أي مجهود دعائي أو بروتوكولي. ففي عالم الرياضة لا يكفي أن تطلب التنظيم، بل يجب أن تثبت أنك مستعد له من كل الجوانب.